السلام عليكم البنات. اليوم جيت وجبت لكم وصفة طاجين الجلبانة. نبداو بالمقادير. هنا عندي حبة بصلة قطعتها إلى قطع صغيرة، 3 إلى حبات زيت جزر قطعتهم هكذا شرائح، عندي حبة طماطم ربيتها مع 3 إلى 4 سنينات ثوم ثاني ربيتهم، الجلبانة والبطاطا قطعتها هكذا وراح نقليها. هنا حطيت الدجاج تاعي يتقلى، درت شوية زيت وحطيته يتقلى على نار تكون هادئة باش ما يتحرقش. بعد ما نقليه راح نزيد له البصل والجزر، نخليهم ثاني كيتقلاو في غرضهم هكذا حتى يذبل لي البصل هذاك والجزر تاعي يبدا يدخل له طياب هكذا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وراح نزيد الطماطم والثوم اللي كنت ربيتهم، نخليهم ثاني كي يتقلاو. راح نزيد له شويه كرافس اللي كنت حطيته يعني في المجمد، راح يطلق بنا. ونزيد تاني لي زيبيس. هنا درت شويه كمون ودرت شويه راس الحانوت، هذا مكان. نخلط كامل لي زيبيس هذوك في المكونات نتاوعي. هنا كما قلت لكم راح نزيد شويه كرافس ونخليها تطيب في غرضها. بعد ما يتقلاو راح نزيد الجلبانه بعد ما نقيتها وغسلتها، نخليها تتقلى شويه هكذا، نغطيها، ندير الماء يسخن وراح نمرق. لازم نمرقو بالماء سخون هكذا باش الجلبانه تاعنا طيب، ما تاخذش بزاف وقت في الطياب. من جهه واحده اخرى البنات، هنا راني حطيت البطاطا هذيك تتقلى، تقدروا تحطوها هكذاك. هنا بعد ما طابت لي الجلبانه وزرديه ولاصوص اختارت شويه، راني زدت لها البطاطا هذيك. وهذه هي الوصفه تاعنا، سهله مهله اقتصاديه يعني وما تشدش الوقت وبنينه. هذه هي وصفتنا. لا تنساوش ديروا جيم واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد اللي نحطوه في قناتي. والى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.